سؤال بيقول مدينتي نروح لها بالمواصلات العامة ازاي؟ وفي الحقيقة عشان نجاوب على السؤال ده احنا لازم نشرح ما يتعلق بمدينتي والرحاب. وهتسألني ايش دخل الرحاب؟ هقول لك ان مدينتي والرحاب التنتين دول مملوكتين لهشام طلعت مصطفى صاحب شركة طلعت مصطفى. وهتقول لي ايش دخله برضه؟ هقول لك ان مدينتي والرحاب نظام الدخول فيهم والبوابات والمواصلات بيختلف عن اي مكان موجود في القاهرة. واحنا النهارده هنشرح ما يتعلق بالمواصلات. مدينتي والرحاب عشان توصلهم مفيش الا طريقتين تنتين بس. الطريقة الأولى هي إنك تركب الأتوبيس الخاص بمدينتي أو الرحاب، واللي هو مش موجود إلا في 3 أماكن بس. عند ميدان الساعة أول عباس وبيمر كل نص ساعة، وده بيمسك من أول عباس لحد ما يوصل كوبري الماظة ويمسك طريق السويس ويوصل مدينتي على طول. الميدان التاني يا سيدنا العزيز وهو ميدان سرايا القبة، واللي هو بيمسك خط من سرايا القبة روكسي الكوربة شارع الثورة، وبعد كده بيمسك طريق السويس وبيوصل مدينتي. والمكان الثالث أو الموقف الثالث واللي هو التجمع الخامس، اللي هو يعني التسعين الجنوبي والجامعة الأمريكية والحتة اللي هناك، وبعد كده بيطلع على مدينتي برضه. وإنك تركب الأتوبيسات الخاصة بمدينتي أو الرحاب دي بتنزلك جوه مدينتي في موقف الحركه في مدينتي، يعني هتبقى في قلب المدينه. اتوبيس مدينتي او الرحاب سعره حاليا 40 جنيه ان لم تكن غليت مع مرور الوقت برضه. انا فاكر من سنتين بالظبط كانت الاجره حوالي 26 او 23 جنيه ايا يكن. ادي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بقى هي انك تروح موقف الميكروباصات زي موقف السلام مثلا، ولكن المشكله هنا ان الميكروباص مش هينفع ان هو يدخل مدينتي، فهتنزل على طريق السويس من بوابه 2 وهتلاقي هناك عربيات ملاكي بتدخل جوه مدينتي لحد موقف الحركه، وحسب ما انت تتفق مع السواق. والاجره لما تحسبها كلها على بعضها ممكن تطلع تقريبا واحده، يعني اركب اتوبيس مدينتي ب 40 جنيه على طول، او اركب من موقف السلام لحد بوابه 2 في مدينتي وبعد كده اكمل بعربيه ملاكي تدخلك جوه المدينه. التنتين تقريبا واحد. ماشي يا سيدنا. وده كان رد على